بيكم. الحب في زمن البيزنس. عمرك فكرت ان الحب ممكن يكون سر نجاح اكبر الشركات في ادارة الموارد البشرية؟ لا، مش قصدي قصص الحب الرومانسية، انا قصدي الحب كفكرة ادارية، اننا نخلي مكان الشغل بيئة انسانية بجد، مش مجرد مكنة بتطلع انتاج. الحب في المؤسسة معناه باختصار 3 حاجات: احترام حقيقي لكل واحد مهما كان دوره وتقدير لتعبه. تاني حاجة ثقة وتسامح، اننا نسمح بالغلط عشان نتعلم منه ونبطل سياسة تصيد الاخطاء. تالت حاجة التكاتف، يعني الفريق يبقى عيلة مهنية بجد، بنشيل بعض وقت الزنقة. الاتش ار الصح هو اللي بيسمع بقلبه قبل ودانه، اللي بيحاول يفهم الموظف محتاج ايه بجد عشان يبدع. احنا بنبني ثقافة تعاطف، يعني كل واحد حاسس انه متقدر ومسنود، وده بيخلي الموظف يطلع احسن ما عنده بدافع الانتماء مش الخوف. والنتائج الاستراتيجية هتلاقي بيئة شغل ايجابية بتقلل التوتر وبتفتح باب الابداع. هتلاقي فرق شغل مترابطة جدا، والاهم من ده كله انتاجية جبارة، لان الناس بتشتغل بشغف وحب، مش بس عشان يقبضوا اخر الشهر. نصيحتي لكل واحد شغال في الاتش ار: تعامل مع الموظفين كبشر ليهم احلام وتحديات، مش كانهم مجرد اكواد او ارقام في شيت اكسل. لما بتستثمر في راس المال البشري انت مش بتبني شركة، انت بتبني مجتمع ناجح. صدقني النتائج هتبهرك.